السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أكلة سريعة كده، مش يعني جميلة جدا ومفيدة وسريعة برضو في نفس الوقت، ما بتاخدش وقت كتير. هنعمل مع بعض رز بالشعرية وكوسة، كوسة بالتخديعة أو بالطماطم وفرخة مشوية. بس ده كده هيكون غدانا النهاردة إن شاء الله بإذن الله. قولولي ايه رأيكم بقى في الغدا، وهنشوف برضو الطريقة بكل حاجة عملتها. بس انا طبعا عملت الفرخة معاكم كذا مرة هنا على القناة، ف... فمش هنزل مش هجيب يعني الطريقة بتاعتها كلها، هجيب بس انا عملتها وخلاص. انما بقية الحاجة ان شاء الله هصورها واحدة بواحدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة وتعليق زي العسل كده زيكم. هنا بقى انا كنت تبلت الفرخة. طبعا اللي عايز يشوف تتبيلة الفرخة انا منزله كذا فيديو لتتبيلة الفرخة، وهحطها على الفرن على درجة حرارة عالية لمدة زي ساعتين كده او تابعيها. هنا بقى انا جبت بصلايه صغيره خرطتها او عملتها في الكبه او زي ما تحبي يعني تخرطيها تبشريها تعمليها زي ما عايزه. وحطيت شويه زيت وحته سمنه وحطيتها على نار. البصله بس هتدخل كده في اللون الذهبي معايا، مش هتحمر قوي، انا مش عايزه البصله تحمر قوي. وهزودها بالطماطم. الطماطم مش عايزه طماطم كتير لان هي انا هزودها شوربه. يعني انا مش هسيبها يعني هسيبها تتسبك شويه، بس هزودها شوربه. انا هنا عصره طماطم سوري، عصراها ومصفياها. تمام. عملتها هنا كده، حطيتها على البصل وهسيبها تتسبك كده شويه، وبعد كده بحط لها الكوسه قبل ما بحط لها شوربه. برضو تابعوني وهتعرفوا انا هعمل ايه خطوه بخطوه. هنا انا بقى حطيت الطماطم على البصله. البصله تكون ذهبي كده علشان ما تغمقش معاكي. هنا بقى حطيت مكعب مرقه وشويه فلفل اسمر وشويه كمون وملح وشويه سكر عشان الحموضه. تمام. دي كده بس الحاجات اللي انا بحطها زي ما قلت لكم، شويه سكر عشان الحموضه والمكعب مرقه. وتزودي يعني انت ممكن تحطي مكعب المرقه الاول وبعد كده تزودي الملح بتاعك تدريجيا، يعني ما تحطيش الملح كله مره واحده طبعا. زودي بعد المرقه مكعب المرقه اللي انت هتحطيه الاول، زودي بعد كده. هنا بقى سبتها هنا تتسبك كده، كانت مظبوطه معايا. سبتها تتسبك شويه، بصوا لونها جميل ازاي وتقيله برده مش خفيفه قوي. حطيت بقى هنا انا كنت قشرت الكوسه وقطعتها وحطيتها، وطبعا كنت غسلاها كويس جدا. حطيتها بقى مع الصلصه هنا تسبك تدخل الطعم يعني، الكوسه تاخد طعم التسبيكه شويه. وبعد كده هزودها بقى شويه شوربه. وهنا بقى كنت بعمل معاكم شويه شعريه، شويه رز بالشعريه. حطيت شويه شعريه صغيرين خالص لان انا ما كنتش عايزه كميه كتيره، انا كنت عايزه بس طبقين مش اكتر. حطيت شويه شعريه هسيبهم لحد ما يحمروا كده شويه، برضو اللون بتاعهم يكون ذهبي. ما بحبش الحاجه تكون محمره قوي زياده عن اللازم، بحسها محروقه مش في كل الحاجات. حطيت هنا الرز. ضفت الرز الكميه اللي انا عايزاها وشويه ملح، وزودتهم ميه وهسيبهم مع بعض كده يستووا براحتهم. اول ما الرز يتشرب هوطي عليه النار خالص. هنا انا بقى زودت الشوربه للكوسه، زودت لها مغرفه شوربه او مغرفتين على حسب ما تحتاجي، على حسب ما الكميه تحتاج معاكي. وهشوف الرز بقى على العين التانية كده. الرز كان اتشرب معايا وكان تمام، وطيت عليه النار حاجه بسيطه وكان استوى معايا، يعني ما خدش وقت خالص على البوتاجاز. طبعا انتوا عارفين ان الرز ما بياخدش برضو وقت. مجرد بس ما الرز اتشرب انا وطيت عليه النار خالص وسيبته بقى شوية كده مع نفسه. هنا هشوف الكوسة كانت خدت غلوتين برضو، مش عايزاها يعني تاخد اكتر. اتأكدت ان الكوسة استوت طبعا. الكوسة استوت وشكلها حلو جدا ما شاء الله اللهم بارك، وطعمها كان جميل برضو. الكوسة مفيدة جدا يعني. الكوسة والسبانخ والحاجات ديت مفيدة جدا. وكده انا هكون بقى خلصت الاكل بتاعتي. قولوا لي ايه رأيكم. هنا بقى الاكل كده كان يعني بسم الله ما شاء الله. الفرخة كانت اهي استوت انتوا شايفينها، يعني اكيد باين عليها جدا ان هي مستوية ما شاء الله اللهم بارك. وهنا انا كنت عملت طبقين رز بس مش اكتر، ما كنتش عايزة اكتر من كده، وطبقين كوسة. وبكده اكون انا خلصت الاكل كله. قولوا لي ايه رايكم في الفيديو. وبشكر الناس على التعليقات الجميله اللي قالتها لي، وبشكركم بجد انتوا. ربنا يبارك لكم يا رب ويخلي لكم اولادكم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول رمضان، وربنا يجعلها سنه سعيده عليكم وعلى امه محمد اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. الدعوة ان شاء الله مستجابة في الايام دي، يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا ويرزق الناس كلها. اللهم امين يا رب العالمين. يلا تصبحوا على خير، مع السلامة.